السلام عليكم المتتبعين الاعزاء ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم فقاس بريستيج بالقرقاع وباللوز، كيجي رائع لا في المنظر ولا في المذاق. تبعوا لا فيديو حتى الاخير باش تشوفوا الوصفه باش تجربوها ان شاء الله وتنجح معاكم بمقادير مضبوطه. نبداو على بركه الله بالمقادير. غادي نحتاجو 3 البيضات، غنحتاجو ملعقه صغيره عمره، يعني غادي نعمروها بالملحه ونمسحوها، يعني ملعقه ممسوحه من الملح، ملعقه صغيره. وغادي نحتاجو نصف كاس ديال الحليب، كاس العنبه، هادو كلهم قياسات بكاس العنبه، كاس العنبه ديال السكر سنيده، كاس نصف كاس العنبه ديال الزبده مذابه، كاس العنبه مخلط نصف فيه ماء الزهر ونصف ماء عادي غير من الروبيني، ونص كاس ديال الزيت نباتيه، 2 معالق كبار ديال الزنجلان. غادي نحتاجو 2 فانيات وواحد الخماره و2 معالق صغار ديال النيدو. هاد النيدو كيعطيه واحد المذاق، او حليب مجفف كيعطيه واحد المذاق زوين. المهم الدقيق كيبقى على حساب الجوده ديال الدقيق، كاين الدقيق اللي تيشرب، كاين الدقيق اللي ما تيشربش. المهم هادو المقادير ديال العجينه. وغادي نحتاجو القرقاع واللوز، وغنحتاجو لواحد البيضه، غادي نعزلوها الابيض عن الاصفر. الابيض نخليوه جانبا للدهن، وغادي نزينو باللوز ايفيلي. وبالنسبه لداخل العجينه غادي نزيدو، غنستعملوا واحد ساشيت نيسكافي مع صفر ديال البيضه، نضربوه مزيان معها وندهنوا به. نبداو على بركه الله. غادي نجيبوا واحد القصريه، غادي نوضعوا فيها البيض مع كاس العنبه ديال السكر، وغادي نستعملوا فاني، غنديروا 2 ديال الساشيات. وغادي نضيفوا الملح، غادي نخدموا نضربوا زعما هذا البيض، نخدموه جيدا مع سنيده حتى تذوب لينا سنيده. غادي نضيفوا عليه هذا الكاس ديال الزيت النباتيه، نص كاس، وغنزيدوا هاد نص كاس ديال الزبده اللي ذوبنا. الا بغيتوا تضربوا هذا الخليط في مولينيكس او الخلاط الكهربائي ممكن تضربوه باش يسهل عليكم الخدمه. انا غنخدمو غير بيدي هكا. على هذا الشكل هكا دغيا تيطلع. غادي نضيفوا داك نص كاس ديال الماء ونص كاس ديال ماء الزهر، وغادي نزيدوا حتى الحليب نص كاس، وغادي نضيفوا هاد النيدو حتى هو. النيدو كيبقى اختياري، اللي بغا يديرو، اللي بغا يدير غير نيدو بوحدو ما يديرش الحليب، اللي بغا يدير الحليب ما يديرش نيدو، يعني كيبقى اختياري. وغادي نضيفوا هاد الزنجلان هكا، وغادي نبداو نضيفوا الدقيق. حتى تجمع لينا العجينه ما خاصهاش تكون قاصحه وما خاصهاش تكون جاريه.
غادي نضيفوا هاد الخماره في الاخير من بعد ما جمعنا العجين. انا نسيت ما درتهاش في الاول مع الطحين. دابا غادي ندخلها مع هاد العجينه هكا، ماشي مشكل بحال تخدم المفعول ديالها، ماشي مشكل. واخا ما ديروهاش مع الطحين حتى الاخر ماشي مشكل. غادي نشوفوا واش خاصها، مازال خاصها الطحين. وهاني غادي نزيدها واحد شويه هكا حتى نحصلوا على عجينه رطبه على هذا الشكل هكا. نحصلوا عليه، غنقسموا العجين على جوج كرات. غادي نجيبوا العجين ديالنا وغادي نحاولوا نطلقوه على شكل مربع. من بعد ما طلقنا العجين على هذا الشكل هكا، غادي ناخذوا اصفر بيضه وغادي نزيدوا لها نيسكافيه، كتعطيه واحد اللون لداخل كيجي غزال. صافي غادي نحاولوا نخلطوه، غادي نحاولوا ندهنوه هذا هكا بهذا الشكل هكا. نخليو بالنسبه لهذا الخليط نخليو منه باش ندهنو عاود الكره الثانيه، غير هكا عشوائيا ماشي زعما غادي نكثروا. غير المهم يتغطى لينا هذا، ما تبقاش تبان العجينه باش يلصق لينا ويتثبت لينا داك الكركاع واللوز باش يتثبت على العجين. كنجيبوا اللوز والكركاع دابا كنديرو غير عشوائيا تنبداو نستفوا هكا. نديرو هكا باش ما هكا غير الكركاع واللوز راه ما محمرينش، يعني هكاك خضر. نديرو هكا عشوائيا. البلاصه اللي بانت لينا فيها اللوز كثيره نديرو عاود هكا، اللي بانت لكم خاويه كتزيدوا فيها صافي. وكنهزوا الدلاك وكنحاولوا هكا بحال اللي كنبركوا على هذوك سميتو باش يدخلوا شويه في العجين. كنحاولوا نضغطوا، نحاولوا نحيدوا العجينه من الكاغيط باش ملي نطويو غير هكا كتستعني غير بهذا الاصبع هكا وهو كيبقى هكا وكتجري هكا. ها هي صافي. عاودوا كنديروها هكا، عاود كنبداو من هنا. المهم غنروليوه كامل بهذه الطريقه. وكنزيرو عاود نفس الشيء هكا. وانتوما كتدوروا او ميم طون كتقادوا كتبركوا باش كتخرجوا داك الهواء اللي كيكون داخل. او ميم طون كتبقاو تدفعوا هكا بحال هذا الشكل. غير في الاول اللي كيكون شويه تيبدا يلصق هنا، مي ماشي مشكل. من بعد صافي كتحكمي فيها هكا، كتبقاو ديروا هكا باش كيتثبت عليه هذاك الكركاع واللوز. او ميم طون كيلصق عليه وكيخرج حتى داك الهواء اللي تيكون داخل. كتبقاو ديروها هكا صافي. واحد اليد كتدفع هكا صافي حتى كنساليو. هكا
حتى نحصلوا على واحد البودان غليظ هكا، وكنستعملوا باليدين يعني كنضغطوا. حيت العجينه ما قاصحاش بزاف وما ما جارياش، يعني بين وبين ديك البلاصه اللي الاخرى كنسدوها مزيان باش ما يتحلش لينا، وكتكون هذيك الجهه اللي تسدات هي اللي غتكون لتحت في اللاطه. صافي دابا كنقادو له الشكل ديالو. وهذاك الابيض ديال البيض اللي خلينا قبيلات غادي نضربوه مزيان بالشيته هكا، هو اللي غندهنوا به هذا الوجه ديال هذا الفقاص، هذا البودان هذا. وكنجيبوا اللوز ايفيلي ما محمرش يعني هكا، وكنحاولوا نثبتو على هذا الفقاص باش يتثبت لينا هنا. وكنحاولوا نجيبوا هذا هكا باش كنضغطوا باش كيلصق لينا هذاك اللوز ايفيلي كيلصق. صافي وكنديروا له بحال هكا باش يتثبت عليه هذاك اللوز ايفيلي مزيان. صافي البلاصه اللي بانت لينا ما فيهاش كنعاودو نزيدو. صافي من بعد ما سالينا التزيين ديالو باللوز ايفيلي وبياض البيض، صافي غادي نكونوا سخنا الفران، غادي ندخلوه، غادي يطيب اللاطه الفوق والعافيه تحت منه. بالنسبه للفرن الغاز، انا عندي فرن الغاز كيعجبني الطياب فيه، وغادي نخليوه حتى يتنفخ. منين نطلعوا عليه ونلقاوه تنفخ وقصح نقيسوه بصبعنا هكا ونلقاوه قاصح، صافي نخرجوه نهبطوه واحد 5 دقائق العافيه تكون من تحته. صافي ونخرجوه، غادي نلويوه في واحد المنديل وغادي نغطيوه مزيان، وغنديروا له واحد البلاستيكه من الفوق ونحطوه في الثلاجه حتى لغد ليه عاد غادي نقطعوه. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما خرجته من الفران. ها هو طاب، انا قسمته دابا غادي نبدا نقطع فيه. خليكم معايا حتى نوريكم الشكل ديالو من بعد ما نقطعو. دابا غناخذوا واحد الموس يكون ماضي، ها هو الشكل ديالو كيفاش قطعته على نصف غير باش يسهل لي في التقطاع. كتاخذوا واحد الموس يكون ماضي وكتمشيو غير بشويه وتدريجيا هكا، ها كيفاش كيجي في الشكل. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما قطعته كامل. دابا غادي ندخلو الفران على نار تكون متوسطه، يتحمر من الوجه ديالو عاود يتحمر من التحت. صافي ونقلبوه للجهه الثانيه يتحمر من الوجه الاخر. صافي ونشوفوا الشكل النهائي ديالو. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما حمرته في الفران. هذا هو الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي فقاص بريستيج بالقرقاع وباللوز. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه بهذه الطريقه ديال اللي درت لكم. ها نتوما شوفوا ديك الطريقه اللي كندير ديال اللف بنيسكافي وصفار ديال البيض ديالي، كتعطي هذاك التوريق، كتجي بحال اللي مورقه، وداك الفقاص كيجي غزال فيه دوك الطبقات باينين ديال القرقاع وديال اللوز. كيجيو الحبات باينين في التقطاع ما كيتهرش كاع. ها نتوما شوفوا الشكل ديالو ما مهرسه حتى حبه، كيجي غزال ناجح 100%. كنتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، وتكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم، ودعمونا بالاشتراك ديالكم وبارطاجيو الوصفه مع الحباب ديالكم والصحاب باش تعم الفائده وباش تزيد تعرف القناه ديالي ان شاء الله.
وشكرا للدعم ديالكم القناه ديالي ولي كومونتير اللي كيزيدوا يحفزوني باش نحط لكم وصفات جداد. وشكرا لكم جزيلا على المشاهده وعلى تتبع القناه ديالي، والى فيديو لاحق ان شاء الله، وعواشركم مبروكه.